اليوم رجعت لكم بوصفه جديده كتير طيبه، ممكن تقدموها برمضان او بالعيد. رح نعمل مشمشيه بالفستق الحلبي. اذا حابين تعرفوا الوصفه تابعوا معي اخر الفيديو. بالبدايه رح استعمل 400 جرام من حبات المشمش المجفف. بدنا ماكينه تطحنهن كتير منيح على الناعم. ممكن تستعملوا اي ماكينه عندكم تكون قويه وتطحنهن كتير منيح. وبعد ما نطحنهن كتير منيح ويصيروا بهذا الشكل رح ننقلن على المقله. بدنا نحطهم بمقله، والمكون الثاني رح يكون البسكوت. هون استعملت البسكوت اللي بدون طعم، وممكن تستعملوا البسكوت اللي بدون سكر. رح اضيف تقريبا 12 حبه من البسكوت، وبطريقه انه افتفتن عليهن. بدنا نحطن على النار تقريبا 5 دقائق واحنا نقلب فيهن. وضفت عليهن معلقه كبيره من السمن الحيواني. هون اخترت. رح اضلني اقلب فيهن وامعس البسكوت واخلطن هيك ببعضهن لحتى تتفتفت حبات البسكوت وتصير كتير ناعمه. بعد ما يمر 5 دقائق رح اشيلن عن النار واحطن بجاط. صار عندنا المشمش والبسكوت العجينه متماسكه وبهذا الشكل زي ما شايفين. انا زي ما شايفين هون عم بصمم العجينه لحتى تكون دائريه ونقدر نحطها بهذا القالب. بأسفل القالب رح أحط جوز الهند لحتى ما تلزق وأقدر أطلع قطع المشمشية. بدنا نجهز الفستق الحلبي. طبعا هون عندي فستق حلبي حبات كاملة وبدي إياهن ينقسموا معي لنص، فرح أستعين بهذا الشوبك وبهي الطريقة تتقسم معي حبات الفستق. رح أحطهم بمقلة وعلى النار تقليب تقريبا 3 دقائق ل 5 دقائق لحتى يتحمصوا معي. بدنا نعمل القطر ربع كوب من السكر واقل من ربع كوب من الماء، وراح اضيف رشه صغيره من ملح الليمون وراح اخليهم يغلوا شوي تقريبا 5 دقائق. وبعد هيك اطفي النار عليهن واغطيهن واجهز الفستق بجاط بهذا الشكل. بعد ما تحمصوا صاروا جاهزين راح انزل شوي من القطر عليهن، وزي بدي هيك اخلي حبات الفستق يتغلفوا بالقطر. ما بدنا كثير قطر عليهن، بس شوي لحتى يتشربوا بالقطر. وهسه رح اضيفن على المشمشيه واوزعهن بهي الطريقه. وبدنا كمان نضغطهن لتحت. رح نستعين بصحن اصغر من الصحن اللي احنا استعملناه، وراح اضغطهن بهذا الشكل لحتى يلزق الفستق الحلبي بالمشمشيه. بدي اخليهن على جنب تقريبا ساعه قبل التقطيع، وبعدين بقطعهن لمربعات يكونوا كثير صغار. طبعا انتوا بتقسموهن زي ما بدكم، بس حلو انه الحلو يكون مقطع لقطع صغيره. وزي ما شايفين جوز الهند اللي حطيناه تحت ما خلاه انه المشمشيه تلزق بقاع الصحن، فطلعت معي بهذا الشكل كتير روعه وشكلها بجنن، وراح تكون جديده على صفحتي.